أن أحد الملوك حكم على نجار بالإعدام، فتسرب الخبر إليه فلم يستطع النوم في تلك الليلة. فقالت له زوجته: أيها النجار، نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فنزلت هذه الكلمات سكينة على قلبه، فغفت عيناه ونام، ولم يستيقظ إلا على صوت قرع الجنود لباب بيته. فنظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسرة على كلامها، فذهب ليفتح الباب ويداه ترتجفان من الخوف، ثم فتح الباب ومد يديه للحرس لكي يقيدونه. فقال له الحرس مستغربين: لقد مات الملك ونريدك أن تصنع له تابوتا. فأشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار، فابتسمت وقالت: أيها النجار، نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. العبد يرهقه التفكير، والرب تبارك وتعالى يملك التدبير. من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون، ومن اعتز بماله فليتذكر قارون، ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبا لهب. إنما العزة والملك لله وحده سبحانه. قدمت هذه المادة لقناة أبو البراء العلواني على اليوتيوب. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.